ايه ده؟ ايه الكلام اللي احنا بنسمعه ده؟ ده سحر ده ولا ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه، والنهارده احنا جايين نكلمكم على الترند اللي متمثل في مسلسل المداح. مسلسل المداح اللي فجأة كده طلع علينا ولقيناه عمال يغنوا الاغاني دي الناس كلها قلقانه منها، عماله تقول ده طلاسم، ده سحر، ده حاجات كتيره جدا. وساعتها حماده هلال طلع بابنه داخل المسلسل وخلاه يمثل معاه عشان يقول للناس بطريقه غير مباشره ان ده مش سحر، بس هو الموضوع كله فاكس وملهوش اي لازمه. والمسلسل ده ما بيقولش اي حاجه، مجرد تخاريف زي ما ناس بتقول ان هو مجرد تخاريف. لا، الحكايه فيها وإن كبيره جدا. عشان كده خليكم معانا في الحلقه دي عشان هتعرفوا حاجات اول مره تعرفوها في حياتكم. ايه حكايه المداح؟ والمسلسل ده بيحكي عن ايه وعايز يوصلنا لايه؟ المداح كان في كل اجزائه اللي فاتت بيتكلم عن السحر والشعوذه، وراجل بيمدح ربنا وبيراعي ربنا وفي الاخر بيحارب الشياطين. اما الجزء ده تحديدا بيتكلم عن واقع احنا عايشينه ولسه هنعيشه، وهو ايه بقى؟ فتنه المسيح الدجال او المسيح الدجال. طيب، فكرة أو فتنة المسيح الدجال دي موجودة في الأديان الثلاثة، لكن باختلاف، في كل دين مكتوبة باسم أو متقالة باسمه. لكن المشكلة مش في فكرة الفتنة اللي لسه لحد النهاردة ما ظهرتش بطريقة مباشرة، لكن ما قبل الفتنة، وهي فتح البوابات اللي بيقولوا عليها واللي مرتبطة بالفراعنة، وفتح القرابين، وقتل الأطفال والزهريين على إنهم أطفال مقدسة أو من نسل مقدس، وبالتالي عشان يفتحوا بيه المقابر. الكلام ده غريب؟ لا، الكلام ده مش غريب. الكلام ده كذب؟ لا، ما هوش كذب. الكلام ده بقاله سنين كتيرة جدا بيحصل داخل مصر، ولو قعدنا نراجع القضايا اللي فيها قتل للأطفال علشان يتفتح بيها مقابر لا تعد ولا تحصى. مش بس الأطفال، ده كمان من ضمن الحالات اللي اشتغلنا عليها في فترة من الفترات وأنا تحديدا، كانت إن واحدة قتلت أخوها ودفنته تحت بيتهم علشان تفتح بيه مقبرة. ففكرة الفتنة دي موجودة، بس مش المقصود بيها فكرة فتح المقابر ولا فكرة فيها الآثار، هي ليها علاقة بالماسونية. الماسونية هي مجموعة الفرسان زي ما بيقولوا عليها، ودي مجموعة بتمهد لنزول المسيح الدجال. المجموعة دي ما هياش وليدة اللحظة، ولا هي موجودة من امبارح ولا أول ولا من 2 3 ولا غيره. ده في ناس بيقولوا إن بقالها آلاف السنين، لدرجة إن كان في ناس بيقولوا إن الفنان يوسف وهبة ضمن الفنانين الماسونيين اللي كانوا موجودين في مصر. صحة الكلام ده من عدمه احنا ما نقدرش نأكده، لكن احنا بننقل لكم الكلام اللي اتقال على لسانهم. طيب، الماسون بقى عايزين ايه؟ الماسونيين بيحاولوا قدر الامكان ان هم يغيروا افكارنا وعقائدنا طول الوقت علشان خاطر نبقى مؤهلين لاستقبال فتنة المسيح الدجال لما يجي وينزل الارض ويجي يقول لنا ان دي جنته ودي ناره، والجنة تبقى نار والنار تبقى جنة. هل مقصودة ان هو هينزل بجنة ونار في الارض؟ لا خالص. بس يمكن المداح او صبر المداح في المسلسل بتاعه وضحها لنا بشكل واضح جدا. لما جه المزارع الارض بتاعته بقت بور، او هو اوهمه بسحر ان هو يتهيأ له ان الارض بتاعته بارد، وفي الاخر اقنعه انه رجع له الارض بتاعته كما كانت. فبالتالي دي الجنة اللي يقصد بيها المسيح الدجال، او الفتنة اللي هيفتن بيها البشر ما قبل يوم القيامة. طيب يا جماعة، كل الكلام ده يمكن ناس كتير جدا تعرفه او بتقرأ عنه، وفي ناس مش هتبقى مصدقاه، وفي ناس مش مقتنعة بيه. بس تعالوا بقى اقول لكم على الحاجة الملموسة اللي بقالنا سنين بننادي بيها وبنتكلم بيها. ايه هي؟ ترويج الشائعات. ترويج الشائعات هي ضمن الفتنة الكبرى للماسونيست او للماسونية او للفرسان. الفرسان بيحاولوا قدر الامكان اللي متمثلين في بعض الدول اللي بتحاول قدر الامكان تغير افكارنا بترويج الشائعات.
ده بيحصل ازاي؟ لو احنا لاحظنا ان السوشيال ميديا بيبث فيه اخبار ليل ونهار كلها شائعات وكلها توجهات. الربيع العربي على سبيل المثال كان ضمن الشائعات اللي تم ترويجها. كان في جانب انه كان لازم يحصل ثورات على حكام ظلموا الشعب، لكن في نفس التوقيت كان في اجندات، والاجندات دي كانت واضحه جدا من بعض الدول، وكان بيراد بيها ان هي تهدم بعض الدول وتوصلها لمقام الدول الفاشله عشان تقدر تسيطر عليها وتبقى هي الدول الام المسيطره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فيها. طيب لو تعالوا كده فكركم غير ترويج الشائعات، ايه اللي حصل في خلال السنين اللي فاتت دي بيأكد الكلام اللي جه باستخدام السوشيال ميديا للسيطرة على العقول في مسلسل المداح. فاكرين لعبة الفيل الأزرق اللي أطفال كتير جدا من أطفالنا راحوا ضحيتها وانتحروا؟ دي كانت اللعبة دي في ناس قالوا ان هم بيسمعوا موسيقى داخل اللعبة بتسيطر على عقولهم وبتخليهم يحصل لهم حالة اكتئاب، فبالتالي الأطفال بيقوموا ينتحروا بعد ما بيصابوا بحالة الاكتئاب. لكن التفسير ان كان فعلا بيتم السيطرة على العقول عن طريق الأشخاص اللي متحكمين داخل اللعبة وعن طريق التحديات اللي مسيطر على اللعبة بيحاول قدر الإمكان يوصلها لأطفالنا، لحد ما الأطفال بتوصل لمرحلة من التحدي إن هي بتنتحر. هتلاقوا حاجات كتيرة زي كده. ده بالإضافة إن في كمان حاجات بتقول إن فعلا في موسيقى زي موسيقى الميتال بيقدروا يسيطروا بيها على العقول لدرجة ان هي بتغير في المود. وده بعض الدكاترة النفسيين والمتخصصين النفسيين قالوا ان بعض هذه الموسيقى بيأثر على النفسية وبيضغط على الحالة النفسية للبني آدم اللي بيسمع الموسيقى دي، بيخليه يوصل لمرحلة من الاكتئاب او تغيير المود او الانتحار في بعض الاحيان. الكلام اللي بيحصل داخل المداح ده لازم نركز فيه كويس جدا. دي كانت رسالة واضحة، والأول مرة الفن بيوصل رسالة واضحة جدا في أمور بتحصل دلوقتي. يمكن عملنا تحقيقات كتير جدا في السنين اللي فاتت عن عدد المواقع اللي بتروج الشائعات، لدرجة ان مصر تحديدا كان فيها حوالي 200 موقع على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر او اليوتيوب، كلهم كانوا مخصصين لترويج الشائعات. زي مثلا لو فاكرين منتدى فتكات ومش عارف يلا كوره ومش عارف بعض المواقع اللي كانت موجوده على الفيسبوك، دي كانت كلها بتقول حاجه لكن في مضمونها كانت بتبث السم في العسل، لدرجه ان الشعب كله كان بيلاقي في نفس الوقت البوست منتشر في كل صفحات السوشيال ميديا بنفس الصياغه او حتى صياغه مختلفه. وده كان قلب الرأي العام وتوجيهه كما يريد صاحب هذه الصفحات او مالكها. ومالك هذه الصفحات ما كانش شخص، لا دي بتبقى منظمات، سواء منظمات داخل مصر او خارجها، منظمات دولية على مستوى العالم بتعمل ده لكل العالم وكل الدول اللي فيها شباب بيميلوا للسوشيال ميديا، علشان كده كان بيتلعب بيهم. عايزه اقول لكم ان في دول بالكامل قفلت السوشيال ميديا عندها خوفا على شبابها من هذه الفتن ومن التأثير السوشيال ميديا واستخدام المؤثرات الصوتية وتأثير السوشيال ميديا على عقولهم وتغيير مبادئهم ووصولهم لحالات من الانتحار او تغيير السلوك بالكامل داخل البلدان. زي الصين مثلا منعت الفيسبوك، لان الفيسبوك كان من اخطر الادوات اللي بيتم استخدامها سواء من الماسونية او من المنظمات الاجنبية او الدولية للتأثير على الرأي العام. عامة دي مش هتبقى الحلقة الوحيدة اللي هنتكلم فيها عن تأثير السوشيال ميديا على العقول وخاصة عقول الشباب وازدياد الجريمة، ولكن انتظرونا في حلقات جديدة. بس حبينا نقول لكم ان المداح بيقول حاجة مهمة. شكرا لكم ونشوفكم في حلقة جديدة من 5 سياسة.